هل كنت تعلم أن كوكاكولا تباع في الصيدليات؟ في الحرب الأهلية الأمريكية كان الجندي بيمبرتون مليئا بالجروح كأي جندي يقاتل في الحرب، مما أدى به للإدمان على المورفين لتخفيف ألم جراحه. جندينا بيمبرتون درس الصيدلة وبحث على علاج إدمان المورفين بالكوكايين، ومن هنا استلهم خلطته الخاصة، معلنا بعدها ميلاد مشروب الكولا الفرنسي. ثم صوتت ولاية أتلانتا على وقف بيع الكحول، نتج عنه خسارة كبيرة لبيمبرتون، فقام بإزالة الكحول، وبعد مخاض عسير ولدت كوكاكولا، ثم تم بيعها في الصيدليات. وفي عام 1891 اشترى بائع الأدوية أساغريغر كاندلر من بيمبرتون وصفة الكوكاكولا بمبلغ $2300. ازداد الطلب على كل شيء يحتوي على الكوكايين، وانتشرت شائعات بأن السود إذا تعاطوا للكوكايين أصبحوا أكثر عنفاً. أزيل الكوكايين من كوكاكولا بسبب انتشار العنصرية. مرت سنوات طويلة على هذه القصة، ولا زالت كوكاكولا متربعة على عرش أكثر المشروبات الغازية استهلاكاً في العالم. لكن لا تنسى أن كوكاكولا ضمن حملة المقاطعة بسبب دعمها للاحتلال. كنتم معي أنا حمزة، دمتم في رعاية الله.